السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا طلاب الصف السادس الابتدائي؟ معاكم ميس حبيبة رضا من قناة بسطتهالك في الرياضة. النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس الاول في 2026 الترم الاولاني. الدرس الاولاني بيتكلم عن قابلية القسمة. طبعا انت عارف ان احنا الارقام بنقسمها على بعض او كده، فاحنا عايزين نشوف ايه الارقام اللي ممكن تقبل القسمة او ما تقبلش. طب بس نعمل فلاش باك كده على عوامل العدد. عوامل العدد يعني ايه؟ عوامل العدد يعني جدول الضرب. يعني التمانية دي كام في كام؟ تبقى 1 في 8. برافو. وايه كمان يا ميس؟ 2 في 4. في حاجة كمان؟ يبقى عوامل العدد ده ايه؟ عوامل العدد 8 هي 1 وال2 وال4 وال8. 1 وال2 وال4 وال8 دي عوامل مين يا ميس؟ عوامل العدد 8. نفس الفكرة. طب هاتلي طب عوامل العدد 12. هقوله 1 في 12. وكمان و2 في 6. وكمان و3 في 4. في حاجة كمان يا ميس؟ لأ. طب هنا عوامل العدد دي كانت مين؟ او ايه عوامل العدد دي؟ هي 1 وال2 وال3 وال4 وال6 وال12. كمان عوامل العدد 24. هلاقيها ايه؟ 1 في 24. 2 في 12. 3 في 8. 4 في 6. يبقى عوامل العدد هنا مين؟ 1 وال24 وال2 وال12 وال3 وال8 وال4 والايه وال6. طيب ممكن اديك هنا سؤال: كم عدد عوامل العدد ايه؟ 25. والله انت هتيجي تقولي والله يا مس ان ال25 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 في 25 وكام؟ 5 في 5. ثواني، الرقم بتاعك هنا 5 في 5 اتكرر صح؟ 5 في 5 ب25. يا ميس يبقى هاخده مرة واحدة. يبقى عدد عوامل العدد 25 كام عامل؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. يا ميس دول 4 ما هم متكررين، يبقى هاخد واحد منهم. يبقى عندي كام؟ 3. طب كم عدد عوامل العدد 16؟ نفس الفكرة. هي 16 لما اجي افكها هتتفك الايه؟ 1 في 16 و2 في 8 و4 في 4. يبقى عدد العوامل هنا كام؟ عدد العوامل هنا ادي 1 ادي 2 3 4 وال4 هاخدها مرة واحدة، يبقى 5 عوامل. ايه هي الملحوظة بتاعتي؟ قال لي اي عدد يكبر القسم على عوامله. يعني ايه يا مس؟ يعني انا لو مسكت ال16 دي وقسمتها على 8 هتديني كام؟ هتديني 2 صح؟ 16 على 8 فيها ال2. طب 16 على 4 فيها ال4. يبقى اي عدد في الدنيا يقبل الاسم على ايه؟ على عوامله. طب تعالى معايا هنا، بيقول لي 12 يكبر القسم على مين؟ مين عوامل ال12؟ خلاص احنا عرفنا بقى، الواحد ومين؟ وال12 وال2 وال6 وال3 وال4. ممتاز. طيب ال9 يا ميس يكبر القسم على مين؟ هتعوامله برضك. عوامل ال9 كام؟ 1 و9 و3 في 3. هاخد 3 واحدة يا ميس. شاطر انت كده، بقيت ممتاز معايا. طب يلا 15 يكبر القسم على مين؟ هات العوامل بتاعت ال15. عوامل ال15 ادي الواحد و15 و3 و5. طب عوامل العدد 20 قلت له الواحد و20 و2 و10 و4 و5. دي عوامل العدد مين؟ 20. طيب تعالى بقى النهاردة عايز يخلي هو ادانا بقى ايه؟ قابلية القسم. ليه؟ عشان اول ما اشوف اي رقم ابدأ اقول لك الرقم ده والله هيقبل الاسم على 2 على 3 على 5 على 6 على 10 على حسب. قال لي طب تعالى عايزين نشوف الاعداد التي تكبر القسم على 2. قلت له الاعداد الزوجية. الاحاد بتاعي بيبقى زوجي. طب اعرف ايه الاعداد الزوجية؟ قالك الصفر، 2 4 6 8. يبقى الاحاد بتاعي لازم يبدأ بصفر 2 4 6 8. طب تعالى نشوف مثال 70. الاحاد بتاعتي بدأت بالايه؟
بالصفر يبقى ده زوجي، يبقى دوت تبع الاتنين. شاطر. طب يلا التلاتة احادي ايه يا مس؟ ده في ستة اهي. لا انا عايزة الاحاد بتاعي. الاحاد زوجي؟ لا ده فردي. طالما فردي يبقى ايه؟ مش هيقبل الاسم على الاتنين. طب تعالى هنا اتنين، الاتنين دي زوجي، يبقى هتقبل الاسم على الاتنين. جه بعد كده قال لي طب ايه الاعداد بقى التي تقبل القسم على التلاتة؟ قلت له الاعداد اللي بتقبل الاسم على التلاتة هي الاعداد التي مجموع ارقامها يقبل القسم على التلاتة. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه يا ميس ده؟ تعالى انا افهمك واحده واحده. تعالى بيداني 213، يبقى اقول 2 زائد الواحد زائد التلاتة. ميس ده دي احاد ودي عشرات ودي مئات، ازاي بتجمعيهم كده؟ لا انا عايزاك تجمع لي الارقام. هو هنا ملهوش علاقة ولا بالاحاد ولا بالعشرات ولا بالمئات، هو عايزك تجمع الارقام بتاعت العدد وخلاص. تعالى نجمع 2 و1 3، 3 و3 6. هي الستة دي هسأل نفسي هي الستة دي بتقبل الاسم على التلاتة؟ قال لي هتديني كام؟ هتديني 2. وهنا يبقى اتحقق الشرط. ايه هو الشرط يا ميس؟ ان مجموع اعداد الرقم بيقبل الاسم على مين؟ على التلاتة. يبقى الرقم ده معايا. طب تعالى نجرب سؤال تاني. 6 زائد 5 زائد 4. والله يا ميس 6 و4 10 و5 15. طب ال 15 دي بتقبل الاسم على التلاتة؟ هتديني 5. والله يبقى اتحقق هنا الشرط، وهو الاعداد قبلت الاسم على التلاتة. يبقى هنا السؤال يقبل الاسم على التلاتة. بعد كده قالك الاعداد التي تقبل القسم على الاربعة. قالك اذا كان احادها وعشراتها قال لي حاجتين يا مس، او يعني ايه؟ قال لي ان الاحاد والعشرات اصفار. يبقى اول حاجه عندي ان الاحاد والعشرات تبقى ايه؟ اصفار. او انا ما قلتش انا قلت او ايه؟ او يا مس ان الاحاد والعشرات يقبل القسمه على الاربعه. طب تعالى نشوف مثال. بيقول لي انا عندي والله يا مس 0 في الاحاد وصفر في العشرات واربعة. طالما موجود صفرين في الاحاد وفي العشرات يبقى هي بتقبل الاسم على الاربعة من غير ما افكر. طب تعالي هنا يا مس في مفيش اصفار، مفيش مشكلة. تعالى نشوف الخطوة التانية بتاعتي هي 32. اذا انت بتاخديهم مع بعض يا ميس 32 على الاربعة هتديك كام؟ 8. يبقى بتقبل الاسم فعلا. طب هات 16 عشان مفيش اصفار، هي 16 بتقبل الاسم على الاربعة هتديني 4. يبقى في الحالة دي 516 معايا برضو. طب 313 هي في 13 بتقبل الاسم على الاربعة؟ لا، يبقى السؤال دوت ايه؟ مش معايا. قالك بعد كده متى يقبل العدد القسم على الخمسة؟ قلت له انا العدد عندي بيقبل الاسم على 5 لو كان الاحاد بتاعي 0 أو 5. لازم الاحاد بتاعي اما يكون 0 اما يكون 5. طب تعال نشوف 15 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ احادي ايه؟ 5 بتقبل. طب يلا يا ميس هنا 3150 احادي ايه؟ انا ببص على الاحاد 0 يبقى معايا. 415 احادي ايه؟ 5 معايا. احادي هنا ايه؟ 60 هتبقى احادي ايه؟ 0 معايا. قال لي بعد كده متى يقبل العدد القسمة على 6؟ قلت له عندما يكون زوجي. لا ثواني، تركة 6 دي مهمة قوي. ليه يا مس؟ 6 دي عواملها ايه؟ 2 و3 صح؟ قلت له فانا هنا عايزاه يتحقق شرط 2 وشرط 3. شرط 2 ان كان يبقى على عدد ايه؟ زوجي. ممتاز. طب شرط 3 ان مجموع ارقامه يقبل القسمة على 3. ممتاز. طب تعالى نشوف كده الكلام ده. 606. طب يا ميس 606 اول حاجة هي الستة دي زوجي؟ يبقى كده اتحقق اول شرط. تاني شرط هقول زائد 0 زائد 6. 6 و6 12. هي ال 12 بتقبل الاسم على 3 يا ميس؟ هتديني 4. طالما هي بتقبل الاسم يبقى هنا السؤال دوت ايه؟ الاجابة بتاعتي ان هو بيقبل الاسم على 6. يعني ايه يا ميس؟ يعني انا لو لقيت في الاجابات مثلا قال لي اختر واداني الف 2 وب 3 وجيم
6، فانا هروح اختار ال6 طبعا. ليه؟ لان الاتنين تنفع والتلاتة تنفع، بس ال6 هنا الاصح. ليه؟ علشان انا قلت لك ان ال6 لازم يتحقق فيها شرط 2 وشرط 3. قال لي متى يقبل عدد القسمة على 10؟ قلت له عندما يكون احاده بايه؟ بصفر. يبقى بيقبل القسمة على 10. مثال 360 احادي صفر، يبقى انا ايه؟ اقبل الاسم. طب تعالى هنا 5834، هي الاربعة دي احادي، الاحاد بتاعي هنا صفر. قال لي لا ده هنا 4، يبقى لا مش هيقبل الاسم على 10. طب هنا احادي صفر، يبقى يقبل الاسم على 10. هنا احادي صفر، هيبقى يقبل الاسم على 10. وبكده يبقى خلصنا الحصة بتاعتنا، وان شاء الله اشوفكم في الحصة الجاية ان شاء الله باذنك يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الدروس الجديدة. ان شاء الله هنزل الورق بتاعنا على التليجرام، والحصة التانية ان شاء الله هيبقى حل تمرينات على قابلية القسمة.